بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. هعمل لكم النهارده صينيه قراميط اهيت في الفرن، فرن البوتاجاز طبعا، بس والله طعمها وريحتها كانها في فرن بلدي اهو. بعد ما استوت قدامك اهيت، والقراميط دي انا سلخاها. الراجل انا كنت بعملها بالجلد بتاعها عادي، الراجل البياع قال لي اسلخوها هتبقى معاكي جميله وحلوه عن ايه من الجلد بتاعها. بعد ما استوت، شوف اللحمه بيضه ازاي وحلوه ازاي من جوه اهي. والقراميط يعني مش اي حد بياكلها، بس جربناها يعني المره دي. هتجيبي بقى كميه بصل على حسب كميه السمك اللي معاكي او القراميط اللي معاكي، تشوحها كده في البصله بتاعتها، بهارات لحمه، فلفل اسمر، كزبره ناشفه. معانا برضو قرن، معانا فلفل الوان، قرن فلفل الوان، واحد احمر واحد ابيض واحد اخضر اهوت قدامكم. حط بقى الصلصه اهيت، دي صلصه انا مسوياها كنت مسوي معاكم يعني في الفيديو على القناه يعني اهيت. حطيت معلقتين 3 خل اللي حطيتهم دول، وتشوحي كده. والبصله ما تخليهاش يا دوبك تصفرها او تتشوح بس معاكي، عشان لو اللي بتحمرها جامد متبقاش طعمها حلو، لكن النص السوا دي بتبقى طعمها مسكر. ومعانا راس توم كبيره اللي حطيتها قدامكم ديت، بتحطيها برضو التوم تحطيه ني، ما تحطوش في الزيت خالص. ومعانا ملح بقى ملح اللي انا حطيته قدامكم ده. معايا القراميط اهيت وانا سلخاها، شايله الجلد الاسمر بتاعها اهوت، ومغسوله ونضيفه خالص. ومعايا ده بقى الراس بتاعتها ما بتنسلخش. فجبت لها بقى تاني ايه خل اهوت، هنغسلها بخل ومعلقتين دقيق ومعلقه ملح اهو. ولو عندك ليمونه حطي ليمونه عليه، بس الخل بيكفي يعني عن الليمون. وانا ما حطيتش على الجزر اللي هي متقطعه ديت اللي هي مسلوقه ديت خل، عشان الخل ببيضها. هنوريها لكم دلوقتي ببيض اللحمه او تشيل القيمه الغذائيه منها. كده هشوفها قدامكم دلوقتي، تغسليها خلاص وتنضفيها. والملح والليمون والخل ده بشيل كل حاجه وحشه فيها اهو. ده بعد ما تغسل تنضيفها خالص. شايفه اللحمه ابيضت ازاي، مش حمرا زي الجزل اهي، شايفين؟ نوريها لكم. يعني اي لحوم فراخ سمك ما تحطيش عليه خل وانت بتغسليه، حط في السوا. معانا بقى اهي عشان مش ما تغسليش بخل. شايفين حمرا ازاي اللحمه بتاعت القرموط، حمرا ازاي؟ بتعفرها بقى بالدقيق كده اهوت، تغلفها بالدقيق كده اهوت، ترصها وتقعدها معاكي يجي ربع ساعه كده بره، عشان الدقيق يلزق فيها، عشان ما ينزلش في من جوه. نضيفه ازاي لما تيجي تحمريها؟ لو حطيتي على طول تاخدي من الدقيق وتحطي على طول، هينزل من عليها ويتحرق في الزيت. سيبيه شويه، خلي الدقيق اللي يثبت عليها، مش هينزل معاكي في الزيت اهو. شايفين نضيفه ازاي من جوه اهي. انا ما كنتش متوقعه لحمه القراميط تبقى حمرا كده وهي نيه، ما عرفتش ليه حمرا وحلوه كده غير بعد ما سلختها. والراجل اللي انا ما كنتش بنسلخها، كنت بنعملها بالجلد بتاعها الاسمر دهوت. ما احنا بناكلوهاش يعني، هو يعني بقى لنا طول عمري يعني من قبل ما نتجوز ما اكلتهاش خالص اهو. وانا لسه بنتي يعني كنا بنجيبها برضو بسيط وناكلها، لكن بعد ما اتجوزت ما اكلتهاش خالص غير المره دي اهي. شايفين الراس اهي، بتنسلخش عظمه بتنسلخش، بس كلها لحمه من تحت. الرقه اللي تحت دي كلها لحمه، ما ترميهاش، خساره ترميها اهي. سيبيه بقى يثبت، اركنيه شويه 10 دقايق ولا ربع ساعه كده. شايفين دي مش لونه مش فيه خالص ازاي، دي لونه رايح ازاي، عشان سبته 10 دقايق يثبت فيه. تحطي بقى زيت وتحمريه بقى كده اهوت، او تقليه يعني، وتطلعيه بقى على ايه، على ورق مطبخ يعني، زي ده فوط مطبخ زي دي كده، عشان تشرب الزيت الزياده اللي فيه. ودي الراس بتاعته اهيت اهي. تحمريها برضو تحطها في الصينيه عشان فيها برضو لحمه كتير. جبت بقى بعد الطماطم ما استوت اهيت، اهيت انا زودتها شويه ميه وغلت بها طبعا بعد ما بهرتها وملحتها وكل حاجه فيها. رصتهم شويه خل، شويه رصت البصل اللي على قد الحاجه. بتحطي بقى ترصي السمك كده فيه او جزل القراميط كده فيها، ادي على العين لسه من فوق. تخليه تقلبيه بقى على الوش التاني كده، وتدخلها بقى الفرن على طول اهي. تخش بقى في الفرن حاجه غير تتحمر وشها يتحمر، بس هي كلها مستويه ومستويه يعني، ومش محتاجه حاجه. دخلت الفرن اهي، شايفين اتحمرت من فوق اهي. وكان عنده رز بشعريه وحط معاه جزر وخيار ولا ايه وطماطم ومخلل اهو. ده رز بشعريه عامله معاكم كذا مره برضو في فيديوهات على القناه. وده خيار اهوت شكله جميل خالص وطماطم، والصينيه معاكم متحمره من فوق خالص اهي. وجربوها وهتعجبكم ان شاء الله بنفس الطريقه اللي عملتها. اسلخيه واغسلي الرز
بالخل والملح والدقيق كده، هتبقى معاك نضيفة خالص وطعمها جميل. شايفين اللحمة بيضة ازاي من جوه اهي. خدتها وجربيها. ولو الفيديو عجبكم يا حبيبي اعملوا اشتراك في القناة، واعملوا لايك لو اعجاب، واكتبوا لي تعليق حلو زيكم. خدتها والله وجربوها وطعمها في منتهى الجمال، بس نشفوها في الفرن شوية زي ما ناشفة قدامكم كده اهي. والله طعمها وريحتها كأنها في فرن بلدي بالظبط. انا عاملاها طبعا في فرن البوتاجاز. في ناس بقى بياكلوها، واحنا كنا في قبل ما نتجوز كنا نعملوها رقاق، رقاق البلدي الفلاحي ناكلوها بيه. في ناس تاكلوها بعيش، في برقاق، في برز زي كده، على حسب بقى انت ورغبتك يعني اهو. اسمعوا الفيديو لنهايته يا حبايبي، واعملوا اشتراك في القناة، واكتبوا واعملوا اعجاب يعني، اعملوا اعجاب يعني اهو. شايفين الجزل، كل جزلة بجزلتها، ولا مهرية ولا حاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.